نحن ندعو إلى الهدوء، إلى التريث، إلى عدم التصعيد السياسي. بهذه النبرة واللغة الهادئة وعلى غير عادة أطل الأمين العام لميليشيا حزب الله على اللبنانيين. هو حدد سبب ظهوره خلال اللحظات الأولى، وهو إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الحكومة. ورغم حالة القلق التي أكد نصر الله أنها رافقت استقالة الحريري، واضح وقطعي مو احتمال أن الاستقالة كانت قرارا سعوديا، إلا أن نبرته بقيت هادئة تجاه المملكة العربية السعودية رغم الاتهامات التي ساقها ضدها. هذه الخطوة السعودية في أي سياق، في سياق تبديل شخص رئيس الحكومة، في شخص تطوير الحكومة ومنع حكومة في لبنان، في سياق ضرب الاستقرار والأمن في لبنان، في سياق حرب عشواء وشعواء. لكنه قدم للجميع الخلاصة في النهاية. هلا اللي بده يصعد باتجاهنا نحن لن يقدم ولن يؤخر شيئا، أو سيدفعنا إلى إعادة النظر برؤيتنا أو مواقفنا أو مسارنا، هذا أكيد لا. إذن بدا نصر الله للمرة الأولى في موقع الدفاع أو الانتظار والترقب، فيما المبادرة بيد المملكة العربية السعودية. رولا الخطيب، العربية.